مدام ابتسام والأستاذة عبير نائر ونقيب. رمضان فرحة وخير وأمان، بس في عاداتنا حاجات مش تمام. تعالوا نصلح مننا ونعيش رمضان بالسلام. مدام ابتسام والأستاذة عبير نائر ونقيب. أيوة يا أم محمود، أنا ناوية السنة دي أعمل عزومة من اللي بتقلب الدنيا، فراخ وبط ومحاشي على ودنه. أيوة، ولا قصر الكبابجي، وأعمل لهم زفة الملوخية. أمال إيه، والحلويات كمان. يا لهوي يا أم محمود، ده أنا هعمل كنافة وبسبوسة ومتدلعة ومتهشتكة تكفي شارع بحاله. استني يا مدام ابتسام، إيه كل ده؟ عزومة دي ولا مائدة رحمن؟ ده حتى لو مائدة رحمن الأكل اللي بيفيض مش بيترمي، ينفع كده؟ يوه يا أستاذة عبير، فرحة رمضان. يا مدام ابتسام، الكرم حاجة والإسراف حاجة تانية خالص. وبعدين في ناس كتير بتحتاج الأكل، نرميه ليه؟ المفروض لو عندك أكل زيادة نوزعه على المحتاجين بدل ما ترمي في الزبالة. وبعدين ده أكل مدام ابتسام، يعني أكيد طعمه حلو. اللي يحب رمضان بجد يحس بجماله في المشاركة وفي البساطة، مش في التبذير. عندك حق يا أستاذة عبير، الواحد ساعات كده هو بيتحمس زيادة عن اللزوم. وصل الكلام يا مدام ابتسام؟ وصل وتمام التمام.